لو بجد فارق معاكي صحتك وصحة أسرتك ونفسك تعملي عيش الحبة الكاملة وفشل منك، أبشري. النهاردة جايبالك الطريقة من قلب الفرن، وده سر محدش هيقولك عليه أبدا. هنعمله بتركات وخطوات بسيطة وسهلة جدا جدا، وهيطلع معاكي كله منفوخ، وأتحدى لو رغيف هيطلع معاكي ملزق. بس أهم حاجة تلتزمي بالخطوات. يلا بينا نبدأ. بس إذا كنتي أول مرة تشوفيني، اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل إشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. مبدئيا كده ده المج اللي هشتغل بيه كل حاجة وهعاير بيه كل حاجة. يعني اي مج شاي عندك مفيش مشكله منه. ده زي مج الشاي بس اكبر حاجه بسيطه. هجيب بوله فاضيه وعميقه، هحط فيها من المج بتاعي كوبايه ونص من الميه. ده اول مكون. كوبايه ونص من الميه الدافيه، ولازم تكون دافيه علشان هنزل بعد كده بالخميره. هنزل بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه. ده تاني مكون، الخميره الفوريه. هنزل بقى بمعلقه كبيره برضو من العسل الاسود. والعسل الاسود هنا حلو جدا، انه بيساعد الخميره انها تتفاعل، وفي نفس الوقت بتدي لون حلو للعيش. وهنزل بنفس المعلقه الكبيره برضو معلقه خل. هدوب بقى كل الكلام ده، والمخلي معايا هيبقى رابع مكون معايا. هدوب كل الكلام ده كويس جدا لغايه ما احس ان العسل داب ومش متكتل. تمام كده. هنزل بقى بالدقيق بتاعي 4 كوبايات من نفس الكوبايه دقيق. الدقيق اللي انا بستخدمه طبعا الحبه الكامله، نوع الدقيق بتاعي اسمه دوبيلا. في شركات تانية كتير بيعملوا دقيق الحبه الكامله، مش هتفرق اي شركه، مش هتفرق معايا. بس اهم حاجه ما انصحكيش بالسايب. السايب بيتضرب يا جماعه وبيتخلط معاه دقيق ابيض. تمام كده. هبدا بقى ان انا افتح الدقيق بتاعي واعبي 4 كوبايات من نفس المج اللي انا بعاير بيه. هنزل بقى بال4 كوبايات مره واحده. ادي اول كوبايه، ودي تاني كوباية، وادي التالتة، وادي الرابعة. وهنزل بمعلقة صغيرة من الملح. وبس كده. دي كل المكونات بتاعتي للعيش. هبدأ بقى اعجن بايدي كده زي ما احنا شايفين. الم العجينة واعجنها كويس لمدة دقيقتين بس. ركزي معايا، انا هعجن على مرتين. اول مرة هعجن واسيبها ترتاح، وتاني مرة هعجن وهسيبها تختمر. انا دلوقتي دقيقتين بس عجنت فيهم، بس حاسه ان هي لسه ناشفه شويه. فهنزل بمعلقتين بالعدد. عارفين المعلقه الكبيره اللي انا عايرت بيها العسل والخميره؟ هي دي معلقتين بس من الميه. وخلاص انا كده عجنت دقيقتين بالظبط، كنت عجنت فيهم. هنا بقى هتلاقيها بتلزق حلو جدا. تمام كده. هسويها واحط لها معلقتين زيت. ادهنها الوش معلقتين زيت، واغطيها بقى بالاسترتش او بالكيس تلاجة، وعليه فوطة علشان ترتاح مش علشان تختمر. احنا اول مرة بنريحها وبعدين هنخمرها. تمام كده. حطيت الكيس والفوطة لمدة 5 دقايق بالظبط. 5 دقايق هي كده ارتاحت. 5 دقايق وهي كده ارتاحت، ما اختمرتش لسه، ما خمرناهاش. بعد ال5 دقايق هبدأ ان انا اديها عجنة تاني. عجنة كويس. شايفين هي طرية ازاي بعد ال5 دقايق راحة؟ اكنك بالظبط اشتغلت فيها ربع ساعة عجن علشان تطلع حلوة ومرتاحة كده. بقى بعد ما ارتاحت 5 دقايق هعجنها تاني عجنة زي ما احنا شايفين كده. دي العجنة التانية. وبعد العجنة التانية هدهن وشها بقى زيت، واسيبها تختمر لمدة تلت ساعة او 20 دقيقة. بصوا دلوقتي مش بتلزق زي الاول، لان هي ارتاحت وبقت شايفين مرتاحة وطرية جدا. تمام كده. هحطها بقى في البولة تاني، واغطي وشها بمعلقة زيت، زيت زيتون او زيت ذرة زي ما تحبوا. هدهن وشها علشان ما ينشفش. وهبدأ بقى ان انا اخمرها لمدة 20 دقيقة بالظبط. تلت ساعة. تلت ساعة تختمر فيها العجينة بتاعتي. هغطيها برضو بالبلاستيك او بالكيس التلاجة وعليها الفوطة، واسيبها التلت ساعة او ال20 دقيقة دي على جنب لغاية ما تختمر. بصوا بقى بعد ما اختمرت حجمها طبعا اتضاعف. شايفين جمالها؟ بصوا الجمال بقى طرية جدا وهش جدا. هبدأ بقى في اللحظة دي اني اقطع العجينة بتاعتي. علشان اقطعها هفردها كده على الرخامة على طول. هشتغل على الرخامة على طول. هفرد شوية حلوين من الردة. لو ما عندكيش ردة نعمل ايه؟ بنفس الدقيق الحبة الكاملة برضو هنفرد دقيق حبة كاملة على الرخامة بتاعتي. ده لو ما عنديش ردة. تمام كده. انا بفردها وبسويها زي ما احنا شايفين، وهبدأ ان انا اقطعها اسويها كويس عشان تطلع كل قطعة قد بعضها. لو وصلت بقى معايا لغاية هنا ما تنسيش اللايك، ده فضلا وليس امرا. تمام كده.
انا سويتها قد بعضها كلها، وهبدأ ان انا اقطع كل القطع قد بعضها. هيطلع معايا 13 رغيف. طبعا انت لو اشتغلت من البداية بالمج الشاي العادي ممكن يطلع معاكي 9 او 10 ترغيفة، لكن عشان المج اللي اشتغلت بيه اكبر من المج الشاي العادي بشوية، فعلشان كده المقدار بتاعه طلع كبير، فمطلع معايا 13 قطعة، هيبقى ب 13 رغيف. هنا بقى في صينية رشيت عليها شوية ردة، وهبدأ ان انا اكور القطع دي. بصوا بعد ما بكورها كده بتبقى مفتوحة من تحت، لازم نقفلها، نحاول من تحت نقفلها زي البقجة كده، اكنك بتعملي بقجة كده. شايفين شكلها كده اتقفلت تمام. هبدأ بقى ان انا قطعة قطعة احطها على الردة بتاعتي اللي في الصينية، واركنها على جنب، وهكذا. القطعة التانية بلفها كده، بكعورها كده كورة، بتبقى مفرغة من تحت، لازم تقفلي الفراغات دي علشان ترتاح كويس وتختمر كويس. انا بقى خلصت كل الكمية هنا، وهبدأ ان انا افرد على طول بقى، بس هرش عليهم الاول شوية ردة. تمام كده. هبدأ بقى ان انا افرد الرغيفة بتاعتي على طول، مش هنتظر تاني. جبت طبق الردة جنبي طبعا علشان هفرد بيه، ولو برضو زي ما قلت لو مش موجود او مش متوفر الردة هتستبدليها بالدقيق بتاعي الحبة الكاملة عادي. بصوا بقى وانا بفرد بالنشابة بتاعتي بشويش خالص ومن جوه لبره، انا مش بضغط خالص عشان العجينة ما تتقرصش بتاعتي. لو العجينة اتقرصت جامد مش هينفخ معايا، فانا بشويش خالص من جوه لبره كده بالنشابة. شايفين السمك بتاعه يا جماعة؟ دي طريقة افران، دي طريقة الفرن، وده اللي بيتعمل بالطريقة بتاعة الفرن. فانتوا النهاردة ده سبق لينا، ده شغل الفرن جبناه لكم لغاية عندكم. شايفين السمك بتاعه لا رفيع قوي ولا سميك قوي. هبدأ بقى في صينية عشا كده هفرد عليها فوطة، وانزل برغيف رغيف لغاية ما اخلص. خلينا فاكرين ان انا ببدأ افرد الرغيفة بالكور اللي انا بديت بيها مش باللي انتهيت بيها. يعني انا دلوقتي ابتديت باول واحدة عملتها، ودي تاني واحدة عملتها. تمام كده، مش هاخد اخر حاجة عملتها، هبدأ باللي انا بديت بيه. ليه؟ علشان طبعا هيكون اختمر او ارتاح كويس خالص. تمام كده، نفس السمك اهو بنفس المقاس. شايفين السمك لا رفيع ولا تخين. هحطه بقى جنب الرغيف التاني نفس الحجم بنفس السمك، وهخلص اول طبقة. طلعت معايا اول طبقة من الصينية 7 رغيفة. هحط فوطة واكمل عليها فوق، مفيش مشكلة خالص، هحط عليها. هنا بقى اخر رغيف معايا، فردته بنفس الطريقة بشويش خالص من جوه لبره على ردة بكمية كويسة. وهنا الطبقة التانية 6 رغيفة، من تحت 7 رغيفة زي ما احنا شايفين اهو، ومن فوق 6 رغيفة. ما تقلقوش خالص لما نحط الاتنين على بعض، هو كده بيرتاح وبيختمر، مفيش مشكلة. هغطيهم بقى واسيبهم تلت ساعة، 20 دقيقة بالظبط. بعد ما تعدي ال20 دقيقة بقى عايزاكم تشوفوا منظر رائع. شايفين بقى؟ شايفين بعد ما التلت ساعة او ال20 دقيقة عدت، شايفين منظر الرغيفة عاملة ازاي؟ كل الرغيفة كده على فكرة. شايفين الرغيفة كلها منفوخة، يعني هي منفوخة قبل ما تنزل الصينية اصلا، وطرية جدا كل الرغيفة كده. بص بقى في التسوية دي اهم حاجة، الصينية بتاعتي هتكون على اعلى نار، اعلى درجة حرارة. وبعد ما تسخن خالص هنزل بقى بالرغيف بتاعي. هعد 7، 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين هقلب الرغيف بتاعي حتى لو ما كانش لسه اتشمع ولا اي حاجة. هعد كمان 7، 1 2 3 4 5 6 7، واقلب، وهكذا على نار عالية جدا، اعلى درجة حرارة عندك في البوتاجاز. هو لوحده بقى مع التبديل كل شوية اقلب، هلاقي الرغيف لوحده هينتفخ. بصوا بقى هيعمل ايه. بينفخ معايا بسرعة زي ما احنا شايفين كده اهو. عايزة اقول لكم بكل امانة، بكل امانة، مفيش رغيف واحد ما نفخش معايا. يعني كل الرغيفة نفخت من قبل ما تنزل الصينية اصلا، كانت نفخة اصلا ومرتاحة في الفوطة، تحت الفوطة. نركز بقى، بعد ما بينفخ على طول كده نوطي النار خالص. اول ما نفخ معايا كده بالطريقة دي هوطي النار خالص. ليه؟ علشان ما يتحرقش معايا. وهبدأ بقى ان انا اطلعه على اي حاجة كده علشان يتهوى. شايفين شكله عامل ازاي؟ منفوخ، ده غير ريحته اللي تجنن بصراحة. في
في الطاسة برضو زي ما هي. انا ما بين كل رغيف والتاني بمسح الصينية بالمنديل علشان الردة اللي بتنزل بتتحروق. برضو الصينية هنا، الطاسة هنا عندي على درجة نار عالية جدا، بنزل بالرغيف التاني بعد 7 وبعدين بقلب او اعد 7 تانية وهكذا. زي ما احنا شايفين كده بينفخ على طول، ما بيكملش حاجة. شايفين؟ اول ما بينفخ معايا زي ما قلت بوطي بقى النار على اهدى حاجة. تمام كده، مفيش ولا اسهل ولا ابسط من كده. اتبع الخطوات اللي انا بقولها والتركات كلها زي ما انا بقول، هيطلع معاكي كله منفوخ ان شاء الله. شايفين كله نفخ، كل الرغيفة نفخت. شايفين؟ انا هنا خلصت تقريبا كل الكمية. عايزة اقولك انت مش مرتبطة بمقدار معين، انت الكمية اللي انت عايزة تعمليها ضعف الكمية بتاعت الدقيق والمقادير كلها، هتلاقي كمية كبيرة، وبعدين تشيليها في الفريزر وطلعها تسخنيه منها. ده بيسهل عليكي لباقي الاسبوع. كفاية ان دي حاجة صحية بتعمليها ليكي ولأسرتك بأقل التكاليف، وافضل كتير وانضف من بره. عايزة اقولك انه الافران كتير بتغش الدقيق بدقيق ابيض، فما بيطلعش بنفس الجودة اللي انت بتعمليها في البيت وضامنة نتيجتها. هنا بقى خلاص انا خلصت كل الكمية بتاعتي. تعالوا بقى نشوف الرغيفة كلها. صدقوني كل الرغيفة متفتحة ومنفوخة. تعالوا نشوف مع بعض رغيف رغيف. انا نفسي افتح كل العيش علشان اوريكم ان كل الرغيفة متفتحة، بس مش عايزة ابوظ كل الكمية. شايفين عامل ازاي من جوه؟ ده غير طعمه، ده غير ريحته. اللي انا واقفة دلوقتي ريحته جميلة. احشيه بقى كل ما تتخيلي براحتك، بيدخل في كل الاكلات براحتك. وعايزه اقولك لو حد شاف العيش ده مستحيل يقول ان انت عاملاه في البيت. كفايه ان انت عاملاه لاولادك بحب وبنظافه في البيت، واحلى حاجه ريحه الخبيز في البيت. يلا بقى اشجعك جدا تجربيه وتقولي لي رايك في كومنتات، دي حاجه بتسعدني وبتشجعني اني اكمل. وما تنسوش بقى اللايك والشير لكل الناس اللي فارق معاهم الاكل الصحي. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراوله. شكرا ليكم ولمتابعتكم.